البطاطس النهارده هنعملها البطاطس البومفريت في البيت. طبعا هنفرزها بطريقه جميله وحلوه وسهله جدا عليكي ان انت تعمليها. طبعا شايفين الشكل بتاعها في الاكياس، وتحطيها في الفريزر تستخدميها في اي وقت يبقى متاخره في الشغل وعايزه تعملي بطاطس لاولادك على طول تطلعيها وتستخدميها على طول. بس طبعا قبل ما نشوف الفيديو حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا اللايك الجميل منكم اللي بيساعد على رفع الفيديو على اليوتيوب، والكومنت الجميل منكم. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا النهارده شايفين كميه البطاطس دي هنقليها؟ لا، احنا هنفرزها. بدل طبعا ما تشتروا البطاطس البومفريت بتبقى غاليه وكده، انا هعمل لكم البطاطس هفرزها لكم وتحطوها في الفريزر وتبقى جميله جدا جدا بطريقه سهله وحلوه خالص وانت في البيت وانت قاعده. طبعا قطعت البطاطس صوابع كده زي ما بتقطعيها للقلي. جهزت معايا معلقه كبيره من الخل ومعلقه من الملح ومعلقتين زيت كبار. طبعا انا حاطه على البوتاجاز ميه مغليه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي حبايبي الميه بدات تغلي، هنزل بمعلقه الخل ومعلقه الملح بتاعتي. هبدأ بقى انزل اصفي البطاطس بتاعتي وانزل بيها شويه شويه، اخليها كده تتسلق نص سلقه يعني نص سوا، مخليهاش تتهري عشان ما تبصش منك. يا دوب كده تبقى ايه سلقه خفيفه كده بالشكل ده. دي كده حطيت يعتبر كميه البطاطس اللي عندي، هخليها بس تغلي كده غلوه كده واطلعها معايا. طبعا هكون مجهزه ميه بتلج او ميه متلجه عشان اطلعها من الميه اللي بتغلي للميه المتلجه على طول عشان اوقف السوا معايا. ادي حبايبي كده سلقت نص سلقه، يعني ماسكه البطاطسيه ماسكه نفسها كده. هبدا بقى ان انا اجيب الميه المتلجه اهي، وهبدا اطلع البطاطس بتاعتي في الميه المتلجه دي بالشكل كده. طبعا عشان اوقف السوا بتاعها، وبعد كده هصفيها في مصفى وارجع لكم. ادي حبايبي طبعا البطاطس نشفت، بس بزيادة التأكيد بفوطه كده ناشفه نظيفه، بحاول ان انا ايه ازيل منها اي ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى بعد كده اعمل ايه، انزل بمعلقتين الزيت على البطاطس اهو، وهبدأ ان انا ايه اقلب كده عشان البطاطس ما تلزقش في بعضيها بالشكل ده كده كده تمام جدا. هبدأ اجيب الاكياس بتاعتي، كيس المطبخ العادية او الاكياس بتتقفل. هبدأ بقى احط شوية شوية. اجيب طبعا ممكن تستخدمي المعلقة، انا بستخدم ايديا مادام ايديا نظيفة وضوافري مقصوصة يبقى مفيش اي مشاكل خالص اهو. طبعا ما خليهاش كثيفه كده كتير يعني بالشكل ده كده اهو اهو. طلع الهواء الاول منها على الرخامه بالشكل ده، طلع الهواء منها وهقفلها بالشكل ده واعمل معاكم كيس تاني وهتحطيها في الفريزر. طبعا لما تيجي تستخدمي البطاطس تطلعيها وهي مجمده كده زيت مغلي، تبداي ان انت تحطي عليه الكيس البطاطس على طول، ما تستنيش لما تفك اهو بالشكل ده. مش هتاخد حيز في الفريزر بتاعي وايه، وهتبقى جميله وموجوده وقت اللزوم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم في الله، مع السلامه.